يا ولد يا احمد. احمد. ايوه تعال. كلام كثير احمد هاي في شنو؟ تعال يا احمد. يا احمد شغلتك دي مو كويس كده. شغلتك دي كده ما بتجي ولادي. قاعد لي 24 ساعة جوا البيت يا اخي، كلام بالتلفون وكلام مع بنات الناس، ونسى لا شغلة لا مشغلة يا احمد. ما ممكن لكن. يا اخي انا ما قاعد في غرفتي جوا يا اخي. ما عملت شنو انا يا اخي؟ ما قاعد في بيتنا يا اخي انا يا اخي. يا اخي اطلع برا امشي شوف لك شغلة. شوف لك شغلة زي اولاد الناس الشغالين ديل يا احمد يا ولدي. ما ممكن لكن. انا اطلع اخلي البيت ده مثلا ولا كيف يعني؟ اخواتك قاعدات في البيت وتقني بتتكلم بالتلفون في جنبين وهن قاعدات تسمع في ونستك. الكلام ده غلط منك يا ولدي. امشي شوف لك شغله. عملت لي سكري وعملت لي ضغط وكله يفتح الله ما جاء فيه خبر. والله يا حاج كلامك كثير وكرهتنا البيت ده ذاته. يا اخي ما ممكن يا اخي. يا اخي اطلع امشي اشتغل يا احمد. اشتغل عشان تكون نفسك تلقى راجل يا احمد. يا اخي انا قاعد تنزل حاجه. احمد. أوي عليك الله ما تبقوا خليهم. يا اخي مالك انت يا احمد يا اخوي؟ يا اخي كلامك اللي بتعمل فوق ده ما صح يا اخي. ده ابوك ودي امك وده انا اخوك الصغير يا اخي، وده اخواتك قدامك يا اخي. كلامك اللي بتعمل فوق ده يا احمد ما صح يا اخي. احمد عليك الله اسمع الكلام، الله يرضى عليك. اسمع كلام ابوك واسمع كلام اخوانك واسمع كلام اخواتك يا ولدي، وشوف لك شغل ما تقعد في البيت. اللهم رجعيني عليك الله يا اخي. كرهتونا البيت ده ذاته يا ما بسمع اي كلام. والله كرهتونا البيت ده وطلعت عيننا ذاته يا ما بسمع اي كلام يا ما بسمع اي كلام. كرهتونا أحمد يعني حتمشي تخلينا؟ ما تمشي تخلينا برانا يا أحمد. يا اخي الحاج ده كلامه كثير يا يسرا يا اخي. والله كرهنا البيت ده ذاته يا أنت أصبر عليه يا أحمد. ما كلامه كثير يا خلينا امشي عليك الله يا اخي. انا ذاته كثير من كلامه كثير ده. امشي ما تمشي تخلينا برانا. لا ما بقول انا اقول له يعني يا يسرا عليك. يا احمد امشي يلا لا وفاضي يا احمد. اسمع لو سمعت اديني بيكس عليك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ست البنات، زارتنا السعادة. عايزة شيبسي. يا أخي أديك شيبسي ومعاه بيبسي. يا حبيبنا انا ما جاي من قبيل واقف لي يا اخي ساعتين هنا يا اخي. انت ما جاي تسيب ورايا يا اخي. نشتغل على شويه خلينا في نظام يا اخي. يا أخي بمشيها، لو عجبك انتظر، لو ما عجبك شوف لك أي بقالة تانية. مالك يا زول؟ خلينا اسلوب تجاري يا اخي. انا ما مشتري بحقي يا اخي. قلت لي دار شنو يا عسل؟ يا استاذه اسمعيني، قاعده انت منتظره الزول ولا انا جاي بالشارع جاي شايفك قاعده براك؟ في حاجة؟ ما في حاجه لكن بس شايفك براك يعني قلت بجي بتكلم معاكم. عال لو سمحت قوم من هنا، أنا ما بقعد مع واحد عاطل.
يوم ده انا ما تقميض يا مع انك انت ايوه موضوع يا صاحبي. والله يا بس بدي اقصي عاق الستة دي انت من جوا يا برده. كده لما انت حاصل بعيدة بوريك والله. عاق الستة دي. السلام عليكم. اوه والله وين يا شباب؟ يا يا شب يا شباب اسمع كلامي كماله ده يعني. يا اخي ما تنتبه معايا معقولة يا يا اخي يا اخي قديتنا قد يا شريك من قبل قلت لنا دار شغل قلنا لك شغل ما عندنا يا عليك الله امشي مشيك يا طيب ما تدخلونا معاكم جيم. يا اخي ما دام نلعبك يا اخي انت عارف تلعب انا رهينتي ده انا قاعد جاي فوق يا ما تشغلني زايد عليك الله يا امشي مشيك يا بالله عليك الله شغل شنو في البلد دي البلد دي فيها شغل؟ غشة كيف؟ حبيبي شنو ده ضرب في الباب ده بصوت عالي كده زي ما بتاعت بهايم يا شنو شوية دي يا شاب يا اخي معلش يا حبيبنا عفلية يا اخي والله بس معلش انا كده انكم اعلام بتاع شغل فيا ريت خليني اقابل المدير يا اخي لو سمحت يعني عاطف يا عاطف الناس كلها بقت عطالة يا تدرس زي انا وانت اجيب لك المدير واجي يا اخي تفضل يا ابني تفضل. والله يا استاذ صراحة انا ببحث عن شغل ولي فترة طويلة والله. المهم جيت بالشارع العام لقيت انكم فرص بتاعت عمل. لقيته وين؟ والله ماشي في الشارع العام لقيت انكم اعلان بتاع فرص. والله يا ابني الفرص اللي عندنا كملت، لكن لو عندك اي مستند او عنوان ادينا له بنجاسف لك معنا شغل ان شاء الله. كويس. طيب مستند بطاقة شخصية، تلفونك، عنوانك. مالك يا ابني؟ لا ما في حاجة بس ممكن تديني بس 10 دقايق لأنه بس البطاقة قريب بجيب هسه بجيك. كويس تفضل، بنديك نص ساعة، إذا جيت إذا ما جيت ما عندك عندنا شغل. تفضل تفضل تفضل. تمام بجيك ها؟ تفضل. تمام. شنو يا صاحبي البلد ده يا مد بقت ناشفة زي ده يا عمك ما في عاطل ذاته اللي يا مادي جاي بيجا. اقسم بالله الوضع ذاته مفقر انا ذاتي شميت البلد دي ذاته والله حيرتني انا ذاتي. بس نعمل شنو ذاته؟ يا هو اللي يجيبه يا صاحبي. يا والله غريبة مرة. وين زولك الاستيك ده يا مادي؟ يا اخي الاستيك ده والله انا ذاتي بقيت نشوف في الجنبات وجهه خارج مني كده ذاته ما عارف له اي فهم. لا الزول ده صاحبي اللي جيها بالح فيها عرفتها صاحبي غانج بينا نحن. ايوه يعني طيب الزول ده لقاه كده لكن احنا يا صاحبي السند بيجي خلينا نصبر له شويه. لا لو جزاته احنا ما دارين مع تفاهم الا محل قاعد يبلع ده يورينا صحيح احنا ما قاعد نبلع نخليها زول. وبعدين ذاته يعني بقى ما بصر علينا ذاته. لا يا ابو الزاد حير كده جس الشغل ده يا صاحبي. فوطوا عشان كان جرى هنا صاحبي يلقى جاهز يا والله غريب مره هذا. ها؟ شغل ده معبى صح؟
معبى بص يا صاحبي طلقه في الراس هو يجلي منه يا زول يجلي ما بسلم عنده طوال يا صاحبي. سلم عليكم السلام. شنو يا مان؟ لسك شنو؟ الامور كيف؟ سيزا؟ الحمد لله. كيف عاملين؟ يا مناك والله يا وين صاحبك؟ وين الزمن دي مختفي انت يا صاحبي؟ مشكك يا بلد بناش فما في برنامج يا صاحبي. لا لا انت يا صاحبي جيت لك بلد غاني يا صاحبي. يا غاني شنو يا مان يا معقول يا حركاتك دي يا صاحبي؟ لا حركات اللي دي ما تعمل لا عطرونا يا صاحبي، عرفت لانه انا زول قعداتك يا صاحبي. قعدات شنو هذا فستان ده كله مال يلا. يا والله يا صاحبي اقسم بالله ذاته الا بالذوق بس يا صاحبي، عملت واضحه عديل كده. ده بيجيب دواحه بالمناسبه يا صاحبي. يا اخي داوحه شو انا والله احنا قاعدين نسال منها نشف عليه الا بالذوق بس يا صاحبي. يا مان الليله لا جبنات لحق فطارات الحنك ذاته شنو انا ما قاعد افهم. يا صاحبي البلد دي مدودة. شوفها هاي كشف يا تعال يا مان هوي. دقيقة يا صاحبك مستعجل حنك يا صاحبي دي ما ظبطت. شوف نايم زاد شوف يا شباب انا قلت تمر البلد دي البلد دي ما قاعد فيها مكانات شنو عطرون. يا مان لا دي ظبطت الجبن والسيارة يا صاحبي. انا من جبال يا مان نزل انت يا من جبال انا قاعد لا عرفت قبلك يا شباب نزل يا زول فيك يا مان يا عطرون نزل الساندة دقيقة يا زول افرض خلينا الشنطة فيها حاجة. يا صاحبي عرفت اللكنة الشنطة يا زول الشنطة اديها يا زول سلم عندك. فيك الشنطة يا صاحبك انكت يا زول فيك يا زول انكت يا زول. برا عطرون الساندة ما خلاص ركز يا صاحبي. لا حول الله. يا اسبوع يا صاحبي ما تخلي لي اياها. السند عنده حسابات يا زول. الساندة يا زول اقلبه كده يا مان. يا زول قروش ثقيلة يا صاحبك ها؟ كثير يا زول. لا اسمع لي ما ابقى مارق. جامد دوكو جامد يا زول. قام يا مان. قوم يا رهينة. قوم انقتل يا تفضل يا ابني، اخذت مالك؟ والله يا استاذ بس مركت من البوابه هنا بس لاقوني لك شفت عصاب والله ضربوني وشالوا شنطتي ونهبوا قروشي اي حاجه والله اخروني شديد بس معلش بعتذر لكن جبت المستندات في حاجه الحمد لله. والله بعتذر يا ابني، فرصتك شال زور. لا يا اخي انت انا تاخرت آسف. شديد معلش. طيب شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يا شباب؟ كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك.
مالك يا اخوي؟ شايفك مهموم كده وقاعد وراقد وشك وشايلهم الدنيا عليك، مالك يا زول؟ ان شاء الله خير؟ محتاج مساعده ولا حاجه كده؟ والله خير يا أخي، والله بس أنا ده لي فترة طويلة طلعت من بيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احكي لي يا زول، مالك يا زول مهموم وشايل هموم الدنيا عليك؟ والله العظيم مظاهرك وملامحك دي بتقول الزول ده عنده حاجه كبيره مخبيها، ومن شكلك ده شكل زول مهندم وزول يعني ما شاء الله عليك مهذب وزول نظيف. اصله ما بقول زول يعني حرامي ولا زول عليه حاجه كده، لكن كده احكي لي يا زول مشاكلك شنو وعايش شنو، يمكن ان شاء الله اقدر اساعدك انا. والله يا أخوي أنت طلعت لي فترة طويلة من ناس بيتنا وحصلت لنا مشاكل بيناتهم. والله من طلعت منهم فتشت شغل أي زول لقيته في الشارع ده، والله نهاية ما اداني كلام سمح. والله الدنيا دي مشدت معاك كستني كتير، والله تمنيت الموت الليلة قبل بكرة. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يا اخي مشاكلك مع ناس بيتكم دي اكيد هي سبب تعاسك في الدنيا دي، لأن الوالدين دي ربنا وصانا عليهم يا أخي. أنت لازم تظبط أمورك معاهم، لازم تصالحهم، لازم تراضيهم، وبالأخص الوالد والوالدة ديل لو حيين ديل تمسك فيهم قوي، ديل مفتاحنا للجنة ومفتاح الخير لنا في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصانا عليهم يا أخي. قال لا تنهرهما ولا تقل لهما أف، وتتأكد تماما يعفو عنك بحق وحقيقة. بعد ذاك إن شاء الله أمورك بتمشي، ولو محتاج مساعدة ولا محتاجني أنا أمشي معك، أنا والله بمشي معك، ولو بتقدر بتحل مشاكلك دي براك إن شاء الله تنحل، وتعالى راجع وريني حاصل شنو، وبتلقاني أقف معاك والله وقفة أخو إن شاء الله. والله يا سلام يا أخي، والله تعرف أنا من طلعت من بيتنا والله الدنيا دي كلها لفيت، أصلا ما لقيت زول كويس كده اداني كلام أخوان كده زي كلامك ده. والله ما شاء الله عليك ونصيحتك دي جميلة، وأنا من دربي ده بطلع بمشي لناس بيتنا، لكن كده عرفني عليك بالأول أنت منو؟ أنا ما عرفتك والله. معاك أخوك عادل. أنا طبعا بيتي أهو ده البيت الأول لفة من هنا، ثاني بيت ناصي واتح جاي، أي ذاك اللي مفتاح جاي ده بيتي. وإن شاء الله بعد ما تمشي من بيتكم ده وتجي يا ريت تخشاني، وممكن تقعد تتغدى معي ونتعرف على بعضنا، وتكون إن شاء الله معرفة أقوى، ولو احتجت تجي التعامل ولا أي حاجة أنا بقيف معاك إن شاء الله. لو عندك تخصص معي أنا بشوف لك جهة تشغلك، ولو ما عندك أبشر طب أنا معي بشغلك بل عندي إن شاء الله. كويس يا أخوي، بعد أنا أقول لك مع السلامة، وإن شاء الله لو تحتاجني في أي خدمة تلقاني إن شاء الله بقيف. أبشر طب، وبعدين بشرني بالبحث إن شاء الله ونحن أخوان وقيف معك إن شاء الله. تسلم يا أخوي، بارك الله فيك. وبجيك في البيت إن شاء الله. أبشر طب، أبشر إن شاء الله تلقانا بعض. بارك الله فيك، الله يسلمك، بارك الله فيك. تمام. لقيت زول في الشارع ده واقع بحادث، دارين الإسعاف.
البيشنت ده حولوه لنا غرفة العمليات بغالي كويس. حولوه يمشي العمليات بغالي. جايز البقاء لله، ربنا يصبركم. يا احمد امشي يلا لا وفاض يا اخي، يا احمد امشي يلا لا وفاض يا اخي.